عز الدين جبريل، عضو المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية ورئيس لجنة المحافظات وعضو البرلمان المصري سابقا. دكتور سهام، أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. كل سنة وحضرتك طيبة وبخير. وحضرتك طيب وبألف سلامة، ومصر كلها يا رب في أمن وأمان وسلام يا رب. يا رب دايما. أقبل شهر إبريل وأقبلت معه ذكريات عظيمة، ذكرى تحرير سيناء، ذكرى لانتصار عظيم وما تتابع من إنجازات لإقرار السلام وعودة الأرض ورفع العلم المصري على تراب الوطن في إبريل 82. ذكريات وطنية لا تنسى أبدا وتظل شعلة موقدة في الوجدان الوطني بذكريات عودة الأرض المباركة. عايز أسأل حضرتك أكتر عن ذكريات المقاومة الوطنية ضد العدوان الإسرائيلي ومسيرة الكفاح الطويلة في فترة احتلال سيناء بشكل عام. هو بالتأكيد طبعا ذكرى عظيمة. أبريل 82 ذكرى لا تنسى. كان لي شرف أني أكون يعني أول من تخرجت في هذا العام والتحقت بالعمل في الهيئة العامة للتعليمات، وكان يعني قافلة إعلام العريش أو مركز إعلام العريش هي القافلة التي تقود كافة القوافل للدخول إلى أرض سيناء المحتلة، إلى بدءا من منطقة المغسلة شرق العريش إلى قبر عمير إلى أبو طويلة، حتى وصلنا إلى الشيخ زويد، ثم رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية في رفح، المدينة العظيمة الباسلة الصامدة التي صمدت سنوات طويلة 15 عاما من الصمود والكفاح. في الحقيقة قصة الكفاح والمقاومة الوطنية وربطها بأهل سيناء وتمسكهم بالأرض وعدم يعني ترك الأرض، يعني كان لي شرف أني أكون أحد أبناء هؤلاء الذين أسسوا منظمة سيناء العربية. كان بيتنا هو أحد بيوت المقاومة الوطنية، نقل المعلومات والرسائل وتوصيلها من خلال طبعا أدوارنا الوطنية، سواء كنا أطفال صغار. يعني أتذكر أني في 67 كنت ما زلت طفلة صغيرة في أوائل المرحلة الابتدائية، ولكن كان لدي الوعي الكامل بخطورة هذه المرحلة وخطورة توصيل المعلومات بسرية تامة، خدمة يعني الوطن من أجل الحفاظ على التراب. يعني المرحلة دي كانت مرحلة عصيبة جدا في تاريخ سيناء، لأنه مرحلة ارتبطت بالمقاومة الوطنية وأيضا بتمسك الأرض وصمودهم السكان بالأرض. يعني أهل سيناء لم يتركوا سيناء أو يهاجروا منها، بل تمسكوا بالأرض وظلوا يقاومون سلطات الاحتلال طيلة 15 عام بكل أدواتهم وكل آلياتهم، حتى أني أطلق عليهم الرئيس السادات الأقمار الصناعية لعيون القوات المسلحة خلف خطوط العدو. طيب دكتور، ننتقل بالحديث أكثر تفصيلا إلى الأدوار التي اقترنت بالمرأة السيناوية لتنمية سيناء بشكل عام. بالتأكيد المرأة السيناوية كانت أحد دعائم المقاومة الوطنية خلال فترة الاحتلال، وبعد كده تولت مهام أكثر صعوبة، وهي مهام التنمية وإدارة علاج التنمية. المشاركة الإيجابية في تنمية سيناء كان أحد المهام اللي بتقوم بها المرأة، رغم يعني التقاليد والعادات الحاكمة في مجتمع سيناء. لكن المجتمع قبل أو يعني قبل وجود المرأة ودورها الفاعل داخل المجتمع، مشاركتها في التنمية يعني يدا بيدا مع شقيقها الرجل أو زميلها الرجل، لأنه المرحلة دي كانت محتاجة فعلا إلى كل الجهود وكافة جهود أبناء الوطن من أجل تنمية سيناء. سيناء استلمناها في أبريل 82 كانت عبارة عن يعني تم تخريب كل أدوات كل إمكانيات البنية التحتية على أرض سيناء. من شارك في إدارة عجلة التنمية وإرساء دعائم التنمية على أرض سيناء؟ المرأة شريك أساسي. أيضا المرأة شريك أساسي في إقرار السلام ودعائم السلام في المنطقة. فلولا وجود تنمية ما كانش هيبقى فيه سلام، لولا وجود امرأة تسهم في البناء والتعمير والتنمية ما كناش هنجد ما نشاهده اليوم من إنجازات تمت على أرض سيناء الحبيبة. طيب دكتور، أخيرا تولي حضرتك مهام متعددة والدور الفعال اللي بتقومين بيه على أرض سيناء شخصيا.
انا شخصيا طبعا سعيده ان انا اكون احد بنات سيناء اللي شاركوا يعني منذ نعومه اظافره في سواء كان في ادوارنا في المقاومه الوطنيه او من خلال ادوارنا في التنميه، من خلال ادوارنا في وجودنا تحت قبه البرلمان، من خلال تبني قضايا تنميه سيناء ومشروع تنميه سيناء. يعني كان هو الحلم الكبير بالنسبه لي مشروع التنميه على ارض سيناء، وكان لي شرف اني احصل على رساله زماله اكاديميه ناصر العسكريه حول التنميه المتكامله في شبه جزيره سيناء. ورغم كل الصعوبات اللي مرت وخلال سنوات يعني مقاومه الارهاب، لكن المراه ظلت هي الحصن الحصين للصمود والمقاومه ومواجهه كافه ادوات الارهاب او محاوله تهجير المواطنين من ارض سيناء. انا طبعا اشرف اني اكون في مواقع يعني تسهم في الافصاح او سيناء بكل يعني محاورها الأساسية اللي خاصة بكل محاور التنمية، سواء كان التنمية في المجال الاجتماعي أو الزراعي أو الصناعي. يعني تقريبا حوالي 17 محور للتنمية من خلال محاور التنمية المستدامة. طبعا شرف لي كبير جدا كمان إني أتحدث معكم عبر قناة القناة الرابعة اللي هي بتعتبر أحد ثمار عودة سيناء. شكرا جزيلا يا فندم، شرفنا وجود حضرتك معانا يا فندم. كل سنه وحضرتك طيبه وبخير. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. دكتور سهام عز الدين كانت معنا على الهاتف، عضو مجلس قومي للمراه ورئيس لجنه المحافظات وعضو البرلمان المصري سابقا. شكرا جزيلا يا فندم. نطلع الفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم يوم جديد.